أود أن أسألك عما قال مودريتش عن جاريث بيل. هل الفريق قد يحتاج إليه الفترة الأخيرة؟ ما هو رأيك وتقييمك لغيابه؟ إنه الأسبوع الأول الذي يتمرن فيه ويتدرب فيه مع المجموعة، فقط حصتين تدريبيتين مع المجموعة، وها يمر من الناحية البدنية بصورة جيدة، ولكن لديه بعض الآلام، وسنرى سيدخل في قائمة المستدعين في المباريات القادمة. أعتقد أنه استعاد عافيته وهو الآن يعمل مع المجموعة، ولكن نعرف جيدا في نفس الوقت أنه توقف لمدة 3 أشهر، وهو فترة طويلة، وهي فترة طويلة. توماس غونساليس، ABC. الفريق سجل في آخر 40 مباراة في دوري الأبطال. من المهم جدا أن لا تتلقوا أهداف في كل مباريات خروج المغلوب. أنك تعرف جيدا أن هنالك مباراة إياب تنتظرك، وعندما تلعب على أرضك من المهم جدا أن تحافظ على نظافة الشباك، وهذه هي الرسالة التي وجهتها إلى اللاعبين. وأكثر من ذلك ما أرغب فيه هو أن كما عهدنا في الفترة الأخيرة أن نلعب بتركيز عالي، لأننا نعرف جيدا أن المباراة والتأهل مقسوم إلى 50% لكل فريق، وعلينا أن نقوم بواجبنا في مباراة يوم الغد. ونحن نعرف جيدا أننا بإمكاننا أن نلحق الضرر بالخصم، ولكن الخصم يمكن أن يصعب علينا المهمة، لذا يجب علينا أن نحافظ على التركيز ونحن على جاهزية تامة. Volevo chiederle se il coraggio di allenatori come Sarri o Massimiliano Allegri alla Juventus stanno avvicinando come modo, come filosofia di gioco o come novità tattiche. أنت تلعب على طريقة كريستيانو أليغري، وهي مشابهة للدوري الإسباني. La salvezza adesso si prepara a entrare al Santiago Bernabéu. Grazie. Tu hai detto nella tua domanda, io penso che lo sta facendo bene. أعتقد أن الفريق يقدم صورة جيدة وساعد الفريق، وفي الفترة الأخيرة بهذه النتيجة، هذه النتائج التي حققها، أعتقد أننا بكل تأكيد، أعذروني اللغة الإيطالية ليست بجيدة، ولكن أنا أرى هذا الفريق بأدائه الذي يقدمه، أعتقد أنه يقدم أداء جيد. ما هو الجزء الثاني من السؤال؟ لم أفهمه. Sì, penso di sì, anche perché oggi ci sono tanti giocatori giovani in Italia che sono bravi, sono giovani come li posso trovare tu qua in Spagna, e quindi questo sicuramente che farà bene per il calcio italiano. زين زيدان، صباح الخير صحيفة الموندو. كما قال زميلي في السابق، ليس هنالك من بطل لأوروبا كرر نفس النجاح لفترتين متتاليتين. أنت شاركت أيضا كلاعب وكمدرب، ما هي تفسير هذه لعنة عدم الفوز بلقب متتاليين؟ نحن نعرف صعوبة الفوز بهذا اللقب والمشاركة فيها. بإمكانك أن تفوز بمباراة أو بالانتقال لمرحلة متقدمة، وهذا قد يجعلك تفكر في أنه بإمكانك أن تفوز بالبطولة، وهذا من الصعب جدا. لهذا السبب نحن نذهب خطوة تلو الأخرى، مباراة تلو مباراة، والكل يريد أن يفوز بهذه البطولة. كل الفرق ترغب في الحصول عليها، ولكن الطريق صعب ووعر.
ونحن الآن نمر في هذا الطريق الوعر، وأعتقد أننا بحالة جيدة، ولقد استعدنا كل عناصر الفريق. ومن ناحية أخرى أعتقد أنه هذا سيصعب مهمتي في وضع التشكيلة، لأن كل اللاعبين على جاهزية تامة. لولا ماندي فوكس مكسيك نابولي ستكون بالنسبة لهم مباراة نهائية أمام زيدان، إنه اختبار صعب. أعتقد أنه مباراة دوري الأبطال، ونحن نعرف أهمية هذه المباراة وأهمية هذه البطولة، وليس أكثر من ذلك. النهائي هو النهائي، ليس هنالك نهائي آخر غير نهائي كارديف. لدينا مباراتين، الأولى يوم غد والثانية ستكون في نابولي، ويجب علينا أن نخوضها لأن الخصم هو خصم جيد وبإمكانه أن يصعب علينا المهمة. ونحن سعداء على كل حال بأن نخوض هذه المباراة، واللاعبون لديهم شغف كبير بدخول المباراة. آلي رودريغيز، تلفزيون إسبانيا. أين هو مفتاح الفوز والانتقال إلى المرحلة القادمة؟ الريال مدريد في العام الماضي أنهى وحسم المرحلة في مباراة مدريد، وأنتوني كروس سيشارك، وهنالك بعض اللاعبين لم يشاركوا لمدة 3 أسابيع منهم. أعتقد أن مفتاح السر هو الحالة الذهنية، هي عقلية الفوز، ونحن نرقب في تحقيق لقب هذه البطولة، ولكن هنالك أمامنا عقبة في يوم غد، ويجب علينا أن نتخطاها وأن نصارع من أجل الفوز. وبعد ذلك توني كروس لم يشارك كما قلت أنت في الأسابيع الماضية، لكنه على جاهزية تامة ولديه خبرة واسعة في هذه البطولة. أما بقية اللاعبين فكلهم نحن الآن قد اكتمل العدد واكتمل العقد 24 لاعبا على جاهزية تامة، وهو أسعد خبر ممكن أن يحدث. فيليب بوريتشي، غازيتا لو سبورت. أود أن أسألك عن خبرتك الإيطالية، أنت شاركت في الكالتشيو وعملت مع أنشيلوتي لمدة عام. أود أعرف ماذا استفدت من هذه الخبرة؟ لوكا قال عندما جاء إلى هنا إنه تطور كلاعب. هذا ما حدث معي عندما أتيت من إيطاليا. كنت شابا، لا أدري كم كان عمري، ولكن أعتقد أنهم في كرة القدم الإيطالية تعلمت منها كثيرا وتطورت في ملاعبها، ولكن في المدريد دائما الأهم هو أن تعطي آخر قطرة من عرقك. وهنا تعلمت مع هذا النادي الكثير، والآن أعمل في أكبر وأفضل فريق في العالم، والآن أنمو كشخص وكمدرب.